شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أنا حقيقة نتلقى مكالمات يوميا بدون مبالغة فيما يخص مهرجان واحتفالات ربيع الثقافة، ونسكت ونقول يعني البحرين الآن في وضع يعني ما تستحمل ان احنا ايضا نصعد في بعض الامور، الى درجة يا معالي الرئيس، ويمكن هذا الامر عرض عليك وانت من اهل المحرق. خلال الاسبوع الماضي كان في حفل لمهرجان ما يسمى بربيع الثقافة، ارسلوا 2 من الشرطة الى احد مساجد المحرق وقالوا لهم لا تأذنون ولا تقيمون الصلاة. وهذا الامر معالي الرئيس عرض عليك، وانت جزاك الله خير كان لك موقف، قلت لهم اذنوا وقيموا الصلاة وعلى مسؤوليتي، فانا اشكرك جزاك الله خير. لكن معالي الرئيس، الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. احنا طلعنا من ازمة، ايش اللي انقذ البحرين غير الاذان والصلاة ومراكز التحفيظ والاعمال الخيرية، غير هذه الاشياء. فمعالي الرئيس يعني وصل الامر الى حده، يمنعون الصلاة أو يمنعون الأذان والإقامة عشان مهرجان أغاني، حتى نفوس اللي في المركز الموجودين هناك اللي للأسف فيهم من العري وفيهم من السفور عشان الأذان لا يزعجهم. فمعالي الرئيس يجب أن يكون لهذا المجلس موقف، وأنا أعتقد حان الوقت الآن أنه يقدم المجلس استجواب للوزيرة، ولا تمنع الأذان والإقامة وإحنا نتفرج. شكرا معالي الرئيس.